السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم خياتي. مرحبا بكم وبكامل خياتنا اللي دخلوا معنا جديد. نقول لكم نورتوا القناة وأهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله تستفادوا معنا إن شاء الله في هذه القناة. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا اليوم صلوا كامل على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقبل ما نبداو لا فيديو تاعنا اليوم ولا المشروع تاع اليوم، حبيت نقول لكم هذا الدعاء وقولوا آمين. اللهم يا محول الحال والأحوال، يا رب غير حالنا لأفضل حال، عاجلا غير آجل، برحمتك يا رب العالمين. وارزقنا رزقا واسعا مباركا فيه مضرارا، وقل لما في الكون كن فيكون، إنه لا يعجزك. آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من باب الواسع يا رب العالمين. اليوم جبت لكم هذا الفيديو، هذا المشروع لخياتنا اللي حابين يديروا مشاريع، وخاصة كاين بزاف الأخوات يعني اللي ما عندهمش مدخول ويحبوا يعاونوا روحهم، وماشي غير الاخوات يعني حتى الشباب اللي نقولوا ما عندهمش مدخول ولا ما صابوش خدمه، ولا نقول لكم هذا المشروع تقدروا تخدموه كامل. وكما يقولوا الاشهر طباخين هما الرجال ماشي النساء، يعني هاد المشاريع ماهيش مقتصره على النساء، يعني حتى الرجال يقدروا يخدموها، الشباب يقدروا يخدموها ويسترزقوا ان شاء الله. يعني العمل عباده، وكما يقول ربي سبحانه في الايه فاذا فرغت فانصب، يعني المعنى تاعها إذا فرغت فانصب، يعني إذا كان عندك عمل زيد دير عمل واحد آخر، يعني ما تقعدوش هكذاك، ديروا يعني خدموا شغلوا نفسكم. العمل عبادة. إن شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وإن شاء الله تستفادوا منه إن شاء الله. الفيديو هذا تاع القطايف، واليوم كنت درتها لكم يعني العام اللي فات، وهذا العام حبيت نديرها لكم يعني بطريقة واحدة أخرى، بطريقة يعني كيفاش توزنوهم كيفاش تبيعوهم، يعني ماشي كيما موافين نديروهم كوبات. اليوم حبيت نديرها لكم يعني بالميزان، وكما راكم تشوفوا يعني جاو ما شاء الله الوصفه ناجحه 100%. تقدروا ديروهم هذا كوبات كما درتهم لكم العام اللي فات على حسب المنطقه، وتقدروا ديروهم بالميزان. ومن بعد نوريكم نهايه الفيديو تشوفوا كيفاش وزنتهم وكيفاش عمرتهم. وان شاء الله تبعوا لا فيديو حتى النهايه، لانها اللي حبت تتعلم يعني تشوف لا فيديو، اما اللي حبت تشوفه خلاص يعني هذيك حتقول لك الفيديو طويل. انا ما نقدرش ندير فيديو يعني تشوفيه برك وما تستفادي منه، لازم يعني تتعلمي تخرجي منه معلمه وتفهمي الوصفه. هامليك عندي 3 كيلات تاع الفرينه كما شفتوا ماهمش معمرين مليح، وهذه الكيله الرابعه 3 كيلات ونص تاع الفرينه. اي فرينه تكون عندكم بصح تكون يعني شويه شابه باش يجوكم بيوطه وشابين. و3 كيلات ونص فرينه، والنص هذاك اللي يقعد نكملو بالمايزينا. ها هو لك يعني كما الوصفه تاع البقلاوه نديرو 3 كيلات ونص فرينه، والنص اللي يقعد لنا نكملوه بالمايزيما. درت معكم هذه الوصفه تاع البقلاوه بدون آلة توريق، اللي تحب يعني تستفاد منها وديرها مشروع رمضان ولا للعيد. 3 كيلات فرينه ونص، وكما قلت لكم نص الباقي مايزينا. ديروا لها 3 كيلات ما، 3 كيلات فرينه 3 كيلات ما. وهذيك الكيله الرابعه هذيك ما تحسبوهاش في الماء. هاي اللي كاني درت 3 كيلات تاع الفرينه، هادو 3 كيلات فرينه. هذه الرابعه نصها فرينه نصها مايزينا. تحبوا ديروها كامل مايزينا يعني باش نقتصدوا حنايا نديروها نص فرينه نص مايزينا. ودوك واش ندير 3 كيلات تاع الماء، نفس الكيله. تحبوا ديروا بالكاس، تحبوا ديروا تجربوا نتوما ما ديروش الكيلات هادو كبار شويه، ديروا بالكاس تاع قهوه حليب ولا تجيكم يعني كميه اقل. انا درت يعني كميه كبيره باش نستحفظ بها لرمضان ان شاء الله، ونوري لكم الطريقه كيفاش ديروها مشروع. هامليك 3 كيلات تاع الماء. هاد الكيله الثالثه ندير لها شويه ملح ندوبو في الماء هكذا، مغرفه صغيره تاع قهوه تاع الملح. اذا درتو نتوما كيل صغير حديروا يعني نص مغرف، يعني ما تكثروش الملح باش ما يجوش مالحين. ونصفيه يعني كاش حجره تاع ملح ولا نصفيها، لان القطايف عندهم ميزه هما يعني لازم تكون لاباط بزاف رطبه، ما لازمش يكون فيها حبيبات. هذا هو النجاح تاع لاباط. نخلطهم هذوك 3 كيلات فرينه مع 3 كيلات تاع الماء، يعني شفاو مليح المقادير. الكيله الرابعه نصها فرينه ونصها مايزينا. خلطهم بالفوي مع ديك شويه تاع الملح. ودوك تحبوا تخلطوا بالبغا تحبوا تخلطوا بالباتور، يعني واش يساعدكم خلطوا. اللي ما عندهاش تقدر تخلط غير بالفوي، يعني تخلط برك مليح ومن بعد تصفوها. كي تشوفوا الفقاعات كي تخلطوها بالباتور لازم دير لكم هاد الفقاعات. كي تشوفوا الفقاعات احبسوا، هنا تعرفوا بلي المايزينا راهي مخلطه مليح مع الفرينه والماء. ماشي المايزينا تقعد لكم في القاع
تاع الاناء. لازم كي تخلطوا مليح، هذا هو الغرض، باش نخلطوه بالباتور ولا بلو بغا، ولا يعني باش المايزينا تولي مندمجه معاهم، ما تبقى لناش في الاسفل. وتعاودوا تصفيوها، يعني ضروري ضروري انكم تصفوها. شوفوا الحبيبات اللي خرجوا مالغري ضربناها بالفوي بالباتور. هاي ليك ندير كامل هذيك الكميه، يعني ما كان لا تحبطوا هذوك الحبيبات. ديروا غير هكذا برك يحبط لكم هكذا، ولا ما حبط لكمش تقدروا يعني تحبطوا ومن بعد تعاودوا تزيدوا تصفوا. هنا راح ندير في هاد الاكياس، يعني اللي ما عندهاش كامل المبوط راح ندير في هاد الاكياس. انا هنايا كيما شفتوا عندي هذاك جو تابل هذوك دوك نفهمكم عليهم. وهذا هذا هو يعني المول تاعهم الحقيقي، المبوط نقولوا له المبوط، يجي تاع النحاس. هذا هو المبوط الاصلي تاعهم اللي كانوا يديروا بهم من الزمن. بصح هاد الوصفه ما تجيش مع هذاك المبوط، يعني ما تنجحلكش بهذا المبوط، يعني عندهم وصفه مختلفه على هذه، ماشي كيف كيف. ان شاء الله نديرها لكم في الايام الجايه اللي عندها المبوط تحب يعني دير، يعني دير بسرعه يعني باش تكمل. انا درت هادو اللي ما عندهمش كامل المبوط، باسكو المبوط راه غالي 200 الف و200 وزياده، راهو بزاف بزاف غالي. بعد ما خلطتها نورمالمون ندير 2 مغارف زيت ولا 3 قبل ما نخلط بالباتور ولا بالبغا. انا دائما يعني ننساهم، وهما هاد الزيت 2 مغارف زيت هادو يحافظوا عليها باش ما تغملش. يعني كي ديريها في الثلاجه تشد لك يعني مدة أطول، يعني مادة حافظة. الزيت هي مادة حافظة. ديري لها 2 مغارف تاع الزيت، ضروري ديري زيت سورتو كلا كنتي ديري مشاريع يقعدوا لك في الثلاجة يومين ولا يدوهم عليك ويخلوهم في الثلاجة عندهم، لا ماشي يفتحوهم يسيبوهم غملوا، لازم ديري لهم شوية زيت تحافظي عليهم. هنا عندي انا قلت لكم حندير في هذا الكيس هذا جوتابل. كاين الكبار وكاين الصغار. هاد الاكياس يسواو 1000 فرنك، وقيل الصغار يسواو 500. نتوما شو الكبار، بالكبار سورتو اللي حد تعلمي يشري الكبير باش يساعدك. ونعمر هنا تجيب هذاك الطاس هكذا ولا كوب ولا عالي، وتحطو هكذا وتعمرو كيما شفتوا الطريقه. نعقدها ضروري ما تعمروهاش للفم باش ما تسيح لكمش، كي تكونوا تخدموا تبدا تسيح لكم مع يديكم. ما تعمروهاش بزاف، يعني ميم هكذا نقصوا على هادشي اللي درتو انا. انني شغل بروفيسيونيل فيهم، يعني نعرف لهم. نتوما ما تعمروش بزاف الكيس. شوفوا كي تقطعوا بالمقص لازم ضروري تقطعي بالمقص، تقطعي بالمقص. نحي غير هذاك الراس، يعني كي شفتوا كي جيت ندير ما سالتليش حتى حصرتها. نحو غير هذاك الراس كما نقولوا حنا على راس البرا هذا ما كان، وتخلوها تروبوزي شويه 4 ساعة ولا باش تخدموا ما تخدموش تمتم. ها وليك عندي طاجين دو بلو فاس هذا اللي هو ماجيك 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 في الديول في القطايف. فريمون واحد الطاجين ولا غير هايل يعني. انا هذا عندي الكبير كامل درت به عملي فات اول مره سيت فيه، يعني من الاول من اول مره نجح ليه. وان شاء الله نزيد نعاود ندير لكم الديول بطريقه سهله ان شاء الله. فيه كنت درت لكم فيديو للمبتدئات من يعني من الصفر، كيفاش يعني باش تنجحي فيهم. ان شاء الله حنعاوده لكم بطريقه تانية واضحه وسهله اكثر واكثر. كان بزاف يعني هذاك الفيديو كان بزاف هضروا عليه قالوا لي طويل وكلش. انا يعني قلت لهم بلي درتو اللي عمرها ما دارتهم، يعني عمرها ما ردت العجينه ودارت باش تعلم. يعني ما حاش تعلمي فيه، نقدر ندير وصفه في 2 دقائق، نقدر ندير لكم 2 دقائق 3 دقائق ندير لكم الوصفه، بصح ما تفهموا والو. اللي معلمه تفهم صح، اللي حابه تعلم ودير مشروع ما حتستفاد والو من الوصفه. انا ندير لكم وصفات اللي تستفادوا، اللي عمرها ما خدمت واللي راهي حابه تدخل مصروف وتعاون روحها. لانهم كاين بزاف الاخوات اللي الله غالب عليهم ولا الاخوه، يعني نعلمك كامل الاخطاء كاع واش الاسئله يجوا في بالك تشوفي لا فيديو راكي رايحه تفهمي. كما شفتوا درت انا شعلت غير طرف ما شعلتش الوسطاني. مسحوا بالبابي ديروا شويه زيت، ولا ما عندكش ديري طرف هكذا تشليق ديري له قطره زيت ومسحي. يعني القطايف يحبوا تمسحيهم بالزيت ماشي كيما الديول في الطاجين هذا، يعني في الطاجين هذا. هنايا ندير خطوط كما تشوفون، نبدا من برا ومن بعد ندخل لداخل، ما تبداوش من الوسط. انا قلت لكم شعلت الطرف وطفيت الوسطاني ونقصلو كما شفتوا في لا فيديو. هنا يعني سمحوا لي سرعت لكم الفيديو لانه الاخوات ما يحبوش الفيديو طويل. مي دوك نعاود نوريكم بالعقل. وكل ما تجوا ديروا يعني تسيبوا هذيك الثقبه هذيك ما حبش يخرج منها، لازم تعصروها شويه باش لانه هذوك الحبيبات ما يخلصوش تاع العجينه. هذوك لي غريمو هذوك دائما شوفي كي تجي تواسي عصري شويه، تشوفيها ما خرجتش خرج غير هذاك الراس. وكي تكونوا تخدموا هكذا
ما تروحيش تزيري على لابوش، لانك بديتي تزيري على لابوش هذيك الفتحه راح تزيد تكبر، وكي تزيد تكبر حيجوك خشان. ولا جاوك خشان دوك نوريكم الطريقه كيفاش تعرفوا تسقموا لاباط تاعكم. لازم الفتحه تكون رقيقه، ودائما تبداو من البرا باش تدخلوا للداخل، يعني للداخل ما تبقاوش ديروا دويرات هذاك الصغار لانها حتجيك لاباط خشينه. ديروا هكذاك شغل خربيشات هذوك باش تجيكم لاباط رقيقه. وشوفوا راهي تتنحى وحدها، يعني مره لهذاك البابي ديروا له قطره زيت وجوزوا. اذا شفتوها يعني تلصق وشتوهم يتنحاو شغل يابسين، كي ديروا لهم الزيت يعاودوا يطراو. هاي ليك راني نخدم غير بالعقل. هاي شوفوا تبداو من الاطراف تعمروا، يعني قد ما ديروا عاودوا ولوا، ديروا عاودوا ولوا في هذوك الاطراف باش تروحي للوسط، لانه الاطراف يبطاو باش يطيبوا على الوسط. الوسط مالغري طافي مي يطيب هو الاول. هاي ليك شوفوا كي تلحقوا الوسط ما تقعدوش ديروا دوائر، ديروا هكذا تخربيشات باش ما تجيكمش الخطوط يجوكم خشان. يعني عمري ما تخافيش، قد ما تعمري قليل هكذا ما مش حيلصقوا في بعضهم، يتنحاو يعني خيوط. عاملك شوفوا خيوط وكي يبردوا يزيدوا يرقاقوا ويزيدوا يتفتحوا. هاكو تشوفوا فيهم كيفاش راهم رقاق وكيفاش راهم خيوط. الوصفه ناجحه 100%، يعني شحال من وحده دارتهم ونجحت فيهم، يعني كامل اللي داروهم قالوا لي بلي نجحوا فيهم، يعني ماشي كامل اللي شافوا لا فيديو، يعني نسبه قليله اللي قالوا لي نجحوا. ان شاء الله اللي داروهم ونجحوا بطريقتي يقولوا لنا باش يشجعوا الاخوات هكذا يتحمسوا، لانه بزاف الاخوات يخافوا يقولك بالك ماشي ناجحه ولا، مي كي يشوفوا لي كومونتير يتشجعوا. هنا كي تجيك لاباط خفيفه تولي دير لك القطاير ما يحطولكش الخيوط، ادي شويه من هذيك العجينه اللي درتيها نقصي شويه وديري 2 مغارف تاع فارينه هكذا وحليها مليح. تحبوا تحلوها بالفوي احسن، تحبوا تخلطوها بلو بغا، تحبوا بالباتور كيما حبيتو. ديروا شويه هكذا نقصوا شويه وحدها وخلطوا لها 2 مغارف تاع الفارينه وصفيو. يعني كيما قلت لكم القطايف يعني تعتمد الوصفه غير على تصفيوها. هاوليك شوفوا كيفاش يخرجوا لكم هذوك الحبيبات. هاوليك دوك نعاود نشلو، هاوليك ونعاود نزيد نصفيه باش نديرو هكذا. هذوك 2 مغارف فارينه. الا كانت لاباط تحبط لكم قطاري ما يحبوش يخرجوا لكم خيوط، عرفوا بلي لاباط تاعكم راهي خفيفه لانه الفارينه انواع. هاوليك شتو الحبيبات اللي خرجوا لي وتبقاو تخلطوا هكذا، تخلطوا مليح. تحبوا تعاودوا بالباتور كيما قلت لكم باش هذيك الفارينه اللي درتوها تعاود تدخل مليح في لاباط. كيما قلت لكم هنا شوفوا اني زدت عاود صفيت، ضروري انكم تصفيوها. هايليك دوكا ما خرج لي والو حتى تشوفوها نقيه، يعني ما كاش الحبيبات. عاود شللت هذيك لابوش تاعي فرغتها في الكسرونه هذاك اللي قعد لي. قلت لكم كي تشوفوها خفيفه ودير هذوك القطاير وما تحبش تجيكم الخيط، عرفوا بلي راهي خفيفه. اذا شفتوهم ما حبتش تخرج لكم يعني ثقيله، تقدروا ديروا 2 مغارف تاع حشا تاع ما وتخلطوا وتعاودوا تواسوا. بصح دائما عاودوا فرغوا لابوش وشلوها باش تواسيو. وهنايا شوفوا دائما نبداو بالاطراف ونروحوا للوسط كما راكم تشوفوا. عمري الوسط اطراف ديري وعاودي في الاطراف. كي تلحقي للوسط شوفي كيفاش ديري هكذا وعاودوا قلبوا للفوق. كي تكونوا تخدموا هذيك لابوش تاعكم قلبوها للفوق باش ما يبقاش تقطر لكم. دائما شديها هكذا بالمقلوب. ها هي الاطراف عمري ديري واللي في الاطراف. شوفوا شحال راني ندير، ما تخافوش هذوك الخيوط ما مش حيلصقوا في بعضهم، غير يطيبوا يتفرقوا. الوسط شوفوا الطريقه تاع الوسط، متبقاش ديري دوائر في الوسط لانها تجيك خشينه. وكما قلت لكم ها هم ليك شوفوا خيوط هما يبانوا برك لاني دنيت الكاميرا يبانوا خشان، مي هما نقول لكم يعني حرير. تعرفوا الحرير. ها هم ليك شوفوا الكميه اللي درتها. هذه غير كي بديت، يعني بقدرة ربي يعني بفيه يطلعوا ويجوا ما شاء الله هذاك الخيط يعني يدير الله يبارك. ها هم ليك شوفوا هنا كملتهم. هاد الكميه تقعدوا حوالي قريب حوالي ساعه ونص ولا هكذاك، على حسب ساعتين، على حسب ما تكون يدك ثقيله ولا خفيفه. وهي يعني نهار الاول ماشي كما يعني نهار الاول حتكوني مازلتي ما تعلمتيش، من بعد يعني قد ما تعاودي مرتين ثلاثه ناكد لك تولي بروفيسيونيل والخدمه تاعهم ممتعه. ومن بعد كي تكمليهم كامل غطيهم تخليهمش عريانين هكذا، غطيهم مليح وديرهم في الثلاجه. انا غطيتهم ليله كامله في الثلاجه، ما تفتحيهم ما والو، خليهم هكذا كيما راهم باش ما يتكسروا لكش.
وديريهم في سنيوه وغطيهم مليح بهداك الطرشون. دوبلي لهم الطرشونه، زيدي لهم كيس من فوقهم، الكيس فوق الطرشونه، ديريش كيس تحته جوست معاهم لانه راح يشمخهم. ديري الطرشونه عليهم وديري الكيس فوق هذيك الطرشونه وخليهم في الثلاجه، ما تمسيهم ما تحوسي عليهم. الصباح تصيبيهم نشفوا وحدهم كيما شفتوهم، شوفوا كيفاش راهم ناشفين ورقاق ورطبين، فريمون مفتوحين. ها هي النتيجه، يعني راهي قدامكم. وصفه ناجحه 1,000,000%. ان شاء الله هاد الوصفه تكون ان شاء الله صدقه جاريه ان شاء الله يا رب العالمين. شوفوا كيفاش جاو، يعني كيما قلت لكم كيما خدمتهم خليتهم يعني تخدمي وتحطي فوق بعضاهم. خليتهم واحد الساعه هكذاك ولا ساعتين فوق البوطاجي، تخلوهم ولا 3 سوايع ولا. ومن بعد ديريهم في سنيوه بهذيك الطرشونه تاعهم، غطيهم بيان بالطرشونه، ديرهم دوبلي لهم الطرشونه وغطيهم، تزيدي لهم كيس فوقهم وحطيهم في الثلاجه. الصباح تسيبيهم نشفوا ويتفتحوا هكذا وحدهم تقولي يعني حرير ماشي صوف، حرير. ان شاء الله كما قلت لكم هذا المشروع هذا ان شاء الله يكون صدقه جاريه يا رب العالمين. دعيوا خير برك هذا ما كان، ادعوا لنا غير بالصحه. وكما شفتوا تحبوا توزنوهم بالكبه ديروهم كما شفتوا، ديروا هكذا كبات، دوريها برك وحدها الدور، ما تقعدوش برك تخلطوا فيهم باش ما يتكسروا لكمش هكذا. وتوزنوهم، تحبوا توزنوهم 120 130 130 توزنيها هكذاك، 120 130 تبيعيها 7000، لانه يعني كشتو خدمتها شويه متعوبه. اللي عندها اللمبوط تقدر تنقص في السومه لانه اللمبوط يعني تمتم تكمل. واللي تحب دير بهذه الطريقه تاعي اللي هذه الخطره جبتها لكم، الطريقه يعني طريقه هايله هذه. توزنيهم يعني 250 غرام، ولا تحبي توزنيهم 500 غرام، ولا ديري برطل ولا بنص رطل. هاي ليك توزنيهم، انا درتهم 250 في هذاك الاكياس تاع المجمد. تاني حاجه نقيه تحطوهم في السوبيغات قدامكم، ولا تحبوا ديروا مشاريع. هاي ليك حوالي، شوفوا الله يبارك يعني قطن ما شاء الله. هاي ليك شوفوا كيفاش راح ندير. انا عندي هاد الاكياس هادوما، تحبوا الاكياس اللي نشرو فيهم البيض ولا تعمريهم، توزنيها رطل، عفوا 250 غرام. تحبي توزنيه رطل يعني كما حبيتي انتي، وما ديروا يعني بال 250 باش يعني كامل الناس يقدروا يشروهم، باش ما يجوهمش غاليين يحبوا يديروا يشرو برطل. هكذا توزنيها ومن بعد ديريها في داك الكيس هكذا، تفتح فيها مليح تسقميها وتطويها على زوج. تحبوا ديروا له تزيدوا له سكوتش تحكموه من الطرف باش ما يدخلش فيهم الهواء. وتجيبوا هاد الاكياس تاع المجمد هاد الكاري وتزيدوا تدخلوهم، يعني هذيك الفتحه ديروها من الاسفل باش يعني الزبائن كي يجوا يعرفوا، الزبائن يحبوا يفتحوا ويشوفوا هكذا ما يقدروش يمسوهم، لان هذه حاجه نقيه يعني مش اللي يجي يمسها. هكذا تقلبوا هذيك الفتحه للاسفل وهكذا كي يفتحوهم يعني ما يسيبوش كيفاش هما راهم باينين، يعني باينين بلي طريين وشابين. حاجه المليحه باينه. وتزيدوا تقفلوهم مليح بهذوما الاكياس، يعني لازم ضروري ديري كيس واحد اخر، لانه يجيكش واحد يفتحها يطلع ليهم ويخلوهم هكذاك مفتوحه، هما غير يشموا ريحه الهواء يبسوا، يعني في ثواني يرجعوا لكم محطبين. لازم تغلفوهم مليح بالبابي. كنت يعني حتخدمي كونتيتي كبيره وتسوقيها، تحكمي هكذا بلا بينس هكذا، يعني خدمه نقيه، ما تقعديش تمسي فيهم في يديك، سورتو الا كنتي في الصيف ولا تعرقي ولا يديك يعرقوا. خدمي بلا بينس هما يتحلوا، ما تقعديش تحلي فيهم يعني وتعاودي. هما يعني الزبونه كي تشريهم غير تفتحهم يتفتحوا لها، ما تقوليش يعني راهم معجنين ولا، لانهم ما همش معجنين راهم ناشفين. شوفوا يعني نوري لكم، شوفوا كيفاش افضل من اللي راهم في الاسواق مليون مره. يعني انا شحال من مره نروح للسوق نشوفهم سباغيتي ماشي قطايف، يعني سباغيتي ويابسين ما عندهم حتى ذوق. همي هاد الخدمه نقول لكم ناجحه نقيه هكذا، تعمروا بلا بينس. الا كنتي تخدمي ديري مشاريع خدمي هكذا حاجه نظيفه. عامليك نعاود نوزنهم قدامكم 258 هذوك يعني حق الكيس. نتوما دائما ديروا زياده، عند هي 250 نص رطل، زيدوا هذوك 3 غرام ولا 4 غرام هكذا باش تحللوا دراهمكم. عامليك ندير في الكيس هذا نطويه، تحبوا تزيدوا له سكوتش تقدروا غير هكذا وتبيعوهم تسكوتشوهم بيان. انا حبيت نزيد هكذايا يعني حنخبيهم في المجمد.
ونزيد لهم هكذا أكياس باش ما يدخلهمش الهواء ولا مع بكم رمضان. 100 حاجة في الثلاجة. إن شاء الله ربي يبلغنا رمضان ويرزقنا من باب الواسع إن شاء الله. هكذا وتخرجي الهواء بيان، تغلقيه وتخرجي الهواء، ومن بعد تغلقي هذاك الطرف كما راكم تشوفوا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا في هذا المشروع إن شاء الله يا رب العالمين. مشروع خير عليكم، مشروع حلالي من البيت، صدقة جارية إن شاء الله من عندي ليكم. وديرهم هكذا يعني في الأكياس. أنا جاوني 3 أكياس يعني الكمية، وحدة جاتني فيها 300 غرام والآخرين جاوني 250 يعني تقدروا تقولوا رطل قريب كيلو، يعني قريب كيلو ناقص غير 250 يعني قريب كيلو. 800 غرام يعني بالضبط جاوني 800 غرام. هذيك البول تاع الشربة جاني 800 غرام يعني فيها بركة. وهمليك هادو ما ضاعفتلهمش الكيس يعني راهم يبانوا، درتهم غير في هذا قبالة. شوفوا كيفاش يبانوا رقاق يعني ماشي كيما تشوفوهم قدامكم. ان شاء الله ديروهم تنجحوا فيهم. بصح سر النجاح تاعهم هو هذيك الثقبه اللي تثقبوها تاع الكيس. دوك الاكياس جوتابل هذيك لازم تكون على راس البرا. ما تقوليش ماهوش يسير انت كي تبداي تخدمي وتبداي تعصري هو تزيد تحل هذيك الثقبه، ما تحوش تحلوها كبيره. نتوما كي تشرو هذوك الاكياس ما تشوش كيس واحد، شو 2 3 4 يعني باش تتعلمي برك باش ديري ديك الثقبه. سورتو اللي ما يعرفوش يعني مرة تجيك صغيرة مرة تجيك كبيرة مرة تجيك. نتوما شو بالزيادة هذوك الأكياس شو 4 5 ولا ماهمش غاليين 1000 راك الوحدة. وجربوا بيهم يعني كل خطرة بدلي هذاك الكيس حتى تتعلمي. وهذا هو المشروع تاع اليوم. إن شاء الله مشروع خير عليكم إن شاء الله يا رب العالمين. تستفادوا منه. حاجة نقولها لكم برك، ما تنساوش ديروا بارطاج لا فيديو، ما تنساوش لو جيم اللي هو يخلي هذا المشروع هذا يلحق الكامل الاخوات ويستفادوا ان شاء الله. وان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم يعني. واحد يدير الخير قد ما يقدر يعني. هاد المشاريع راهم بزاف غاليين يعني. وحده باش تروح تتعلم تحط 400 الف وهي ما عندهاش. مشروع يعني مجاني من المنزل. من عندي ليكم ان شاء الله دعوة الخير. وان شاء الله يعني تعاونوني في البارطاج تاعو. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير وجوه الخير وبسلامه.